مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع زيكو. النهاردة كان في فرصة لأحمد ياسر ريان، غريبة وعجيبة في ماتش سيراميكا وفيوتشر في مركز تحليل التالت والرابع في السوبر المصري، والناس اتكلموا عليها والكلام ده كله. مش مختلف معاك والله ان الفرصة ديت ازاي تضيع من مهاجم او اي حد حتى بيلعب كوره لو عنده 60 70 سنه، ازاي يحطها بالطريقه دي. لكن احنا طالما احنا بنتكلم بقى في الفرص ديت، فتعالوا نشوف معانا فيديو حلو كده لاشهر، هم هنخليهم خمسه ان شاء الله يعني، فرص ضاعت في تاريخ الكره المصريه. الفرص دي يا جماعه في تصفيات كاس العالم، تحديدا كده 94 و2002 و2010، وعندنا حاجه كده قديمه في تصفيات كاس العالم 86. هنشوف كده عشان الفرص ديت يا جماعه تصنف بانها جابت للمشجع المصري الذبحه الصدريه، جابت له شلل رعاش، جابت له شلل دماغي، تربنه، كل حاجه ممكن تتخيلها في الفرص دي. اول فرصه عندنا هي فرصه الكابتن طارق السعيد في مباراه المغرب في كاس العالم 2002. نبص كده معانا كده. ده 37 من الشوط الثاني، محمد عماره ماشي بالكرة لعبها، مدافع المغرب وقع عليه، اتفرج، رقص من ذكري، حطها فين؟ يعني انت تخيل الكرة ديت ضاعت. او انا الكرة ديت انا كنت في الماتش، وده قاعد في التالتة شمال تحت. انا مش عايز اقول لك ان في ناس اتعورت في الماتش ده، و اترمى عليها ازاز ميه، ازاز يعني، وتعوروا. الفرص دي تصنف ان هي ممكن تجيب لك تربانه في المخ. يعني تربانه في المخ يعني ايه؟ ليه؟ ضاعت ازاي دي؟ يعني ليه ضاعت هذه الكره؟ زمان ديك تسال كده نفسك لماذا نحن هنا؟ يعني دي كره ازاي هي تضيع اساسا في المباراه؟ احنا لغايه النهارده بنسال هي ضاعت ليه؟ يعني ايه اللي خلاها تضيع؟ لغايه النهارده بنسال. فنشوفها تاني، يعني نشوفها تاني. وكان عنده محمد فاروق جاي التانية يحطها جوه. طارق السعيد يهدر فرصة تحقيق اللي بتتكلم في دقيقة 38 من الشوط التاني. لا، جول المغرب وقع، ما لاعب المغرب وقع، ما تعرفش اللي حصل له. رأس بن ذكي حطها فين؟ مش عارف. لغاية دلوقتي مش عارفين. يا كورة تجيب لك شلل دماغ. الفرصة التانية فرصة محمد بركات في تصفيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا ضد الجزائر. الكرة ديت اخف فرصة من الاربعة لسببين. يعني السبب الاولاني ان انت كان عندك فرصة تانية في ماتش مودرمان تعوض، فممكن تكسب الجزائر التاني وتعدي يعني. زائد كمان بقى السبب التاني هو المهم، ان احنا ما افتكرناش الفرصة ديت غير لما خسرنا ماتش مودرمان. فاحنا الفرصة دي طبعا بالنسبة لك اخف واتقل، فده ممكن نصممها انها ممكن تجيب لك اغماء. ممكن الاغماء دي تطول معاك فيحصل لك اللي انت مفصل على الواقع، بس ليه يحصل لك الاغماء ديت بعد مباراه ام درمان. المشكله محمد بركات حط الكره ديت مع الاهلي مع الاسماعيلي اكتر من 5 6 مرات، جت بقى قدام الجزائر وحجرت. ما جاتش ليه؟ ما تعرفش. نبص عليها كده. ملعب طبعا كان دخان بعد جول عماد متعب، واتلعبت. احمد محمد طاير المحمدي لعبها بالعرض، بركات جول، ما جاتش جول. خلي بالك نفس الحته بتاعت برضك طارق السعيد برضه، يعني الحته دي فيها لغز يعني. الشبكه اللي هناك ديت فيها لغز. محمد اهوت لعبها في نفس الحته بتاعت طارق السعيد بالظبط يعني بالظبط. يعني دي فرصه ان انت بتقول عليها ان انت تفتكرها قدام بقى، اقفش فيها يا جدع واقفش. نيجي بقى على الزغلول الكبير. اه والله الزغلول الكبير، الفرصه الزغلول، فرصه مجدي طلبه ضد زيمبابوي تصفيات كاس العالم 94.
الكرة ديت انت ممكن تصنفها بان هي ممكن تجيب لك ذبحة صدرية. يعني الفرصة دي تصنفها ان هي تجيب لك ذبحة صدرية منك على طول، على عيسى وعلى طول تراب العيسى في المنصورة يعني. الماتش ده ماتش غريب جدا، ماتش تعاد في زيمبابوي في ليون في فرنسا. لغايه دلوقتي ما اعرفش ليه بتلعب في ليون في فرنسا، واللي هو تعاد اصلا انت كسبان 2-1 واستندوا على شات الفيديو. واحنا طبعا المخرج بتاعنا الله يصلح حاله يعني عايز اقول للمدرب وهو جايب دم ومششب دم والقصه دي كلها وبيصور عليه الكاميرا. فطبعا خدوا الشريط وراحوا بالفيفا. المهم يعني ايه قصه كده حصلت عشان مصر ما تلعبش الكاميرون وعايز حياته. بعد كده عرفنا القصه دي بقى في ايه في 2006 والقصه دي كلها. المهم الكرة دي تجيب لك ذبحة صدرية وانت قاعد بتتفرج عليها. نشوفها كده بقى. احمد اه الكاس اهو جول اهي. ايه بقى اللي حصل؟ مش ممكن. يعني كابتن حماده امام رحمه الله بيقول يعني ايه اللي حصل؟ يعني دي تضيع ازاي؟ فاول الكاس لعبها جروبرر، كان حارس ليفربول ردت وراحت لمجدي طلبه. ايه الميكانيزم اللي يخلي مجدي طلبه ينزل براسه يلعبها كده؟ يعني انا عايز اسال الكابتن مجدي طلبه لغايه النهارده، يا كابتن مجدي لو انا قابلتك كده يا كابتن مجدي لو سمحت، كرة زيمبابوي دي ايه اللي جالك في تفكيرك انك تنزل براكس تلعبها كده؟ لو لعبتها برجليك جول، بفخدك جول، بقصبة رجلك جول، بأي حاجة تانية غير راسك هتبقى جول، بصدرك جول، ايه اللي راسك؟ ايه الميكانيزم اللي يخليه يا كابتن مجدي تلعب الكرة بالطريقة دي؟ يعني انا عايز افهم يعني ايه اللي يخليك توطي وتنزل براسك وتعب نفسك والكلام ده كله وتلعبها بالطريقة دي؟ يعني انا لغاية النهارده مش فاكر، يعني انا مش فاهم ملعبها كده ازاي، يعني مش عارف. يعني دي كوره تجيب لك ذبحه صدريه ليه؟ انت تكسب تروح الكاميرون تلعب الكاميرون، والكاميرون كان في اضعف حالاته، الجيل كله كان ضايع يعني، وتوصل كاس عالم في امريكا 94. والجيل ده كان يستحق يوصل يعني 90 طبعا وصلنا و94 وصلنا اتنين مرتين ورا بعض، عمرها ما كانت حصلت ولغايه دلوقتي ما حصلتش يعني. فاحنا لغايه دلوقتي مش عارفين الفرصه دي راحت ازاي، والفرصه دي جابت ذبحه صدريه لناس في الكره في الشعب المصري يعني. المهم بعد الكره بقى اسمع بقى الجمهور بيقول ايه بقى؟ صلوا على النبي صلوا على النبي. اسمع الجمهور. ما هو الجمهور جاله حاله من ان انت لازم تستنجد بحد، يعني لازم تقول حاجه كده ذكر بقى. يعني الجمهور قلب ان في ذكر اللي انت بتعمله. فنذكر ربنا بقى، يعني نذكر ربنا ورسول ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذكر بقى يعني لا ما الكره ديت لازم. ما هو اكيد الجمهور ده في الملعب لو ما كانش قال كده كانوا ماتوا ساعتها. يعني مات الجمهور والمشاهدين دي كانت دي. فالجمهور استنجد بمين؟ برسول الله ونصلي على رسول الله. يعني مش معقول يا جماعه، يعني الكره ديت مش محتاجه كده اكتر من كده يعني انت عايز ايه؟ فالجمهور قال صلوا على النبي صلوا على النبي. والله جمهور الكره المصريه ده جمهور طيب جدا جدا. نيجي بقى على الكره اللي هي ممكن تجيب لك ازمه قلبيه في الحال، فانت فتموت على طول. الكره دي برضك في تصفيات كاس العالم 2002. عندنا يا جماعه فرص ضايعه خمسه، نقول خمسه ان شاء الله، منهم اتنين في كاس العالم 2002 ضد الجزائر في عنابه. الماتش ده تكسبه توصل بقى كاس عالم. فمحمد عماره يمحو فرصه طارق السعيد في المغرب وينجو بنفسه ويبقى هو البطل الاشهر في الوصول لكاس العالم. نبص كده على الكره دي كده، نبص كده على الكره دي كده، بص كده. قوية جدا. اه اه ما يسجلش اه ما يسجلش المنتخب ايه المغربي دي؟ ده ايه؟ يعني دي تصنفها ايه بقى؟ يعني انا عايز اسال سؤال، دي تصنفها ايه؟ يعني الكوره بتشاط فاول فاضت من الجون، فالجون عبد العزيز شباك راحت لعبد الله السقا، خطأ كبير جدا فعبد الله على مستوى السقا دفاع المنتخب بيلعب الجزائري ما العرض. تحركش هنبص يعني عليها بعد تاني التصويبة في ثلاث لعيبه واحد هشام متاخر، الظاهر كان ممكن لمدافع فهو او اثنين يكونوا بيلعبها. موجودين في نفس المكان اللي كان انا موجود مش عارف فيه اتكلم، ايمن عبد العزيز يعني انا واحمد بتفرج عليها شباك المره شوف المليون مش عارف الارتباك اتفرج. الذهني بص كله ما كده رجعش بنفس السرعه بص كده ثلاث الجون لاعبين صدها مصريين وجدوا الفرصه عبد كويسه الظاهر وبعد حسب مشاها بالبطيئه خالص اهوت. هنا الكره من
بص 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 اه عبزار اترد، فعبزار ما طمعش فيها، فعبزار بيلعبها بالعرض في اتنين موجودين، ده محمد بركات متأخر، وده اعتقد ابراهيم سعيد، واللي هيظهر بقى مين؟ محمد عمارة. عاد من ابراهيم سعيد فراحت لمحمد عمارة. بص محمد عمارة بالتكنيك بتاعه واقف فين؟ يعني هو مفيش، يعني هو خطوة على الجول، والتكنيك بتاعه ده انا عايزين نجيب خبير فيزياء، يعني عالم فيزياء كده، نجيب اينشتاين طلعه من تربته يحلل لي الميكانيزم والوضع التشريحي اللي فيه محمد عمارة، يطلع الكرة بالطريقة ديت فوق العارضة. يعني السؤال يعني الناس كلها مسلمة، الجون قاعد نايم نايم اهو زي ما انتم شايفين، مدافع الجزائر رقم 3 شوف عامل ازاي، محمد بركات باصص ازاي، الراجل حارس امن بره باصص ازاي، الناس مسلمه، يعني جول، يعني كاس عالم باشا، راح كاس عالم كوريا واليابان 2002، يعني احنا رايحين كاس عالم. فالميكانيزم بتاع محمد عماره ازاي تطلع الكره دي، يعني انت لو انت شايف الكره دي كده وجالك مسابقه قال لك ايه، ان الكره ديت قدامك اهوت، الكره دي هدف وليست هدف، انت ممكن تقول ايه؟ لو انت مش شايفها هتقول ايه؟ هتقول هدف، هتقول جول، ملاش حل تاني بقى. فنتفرج كده بقى. الله، اول اخطر فرصه في بص بص بقى الموقف، يعني بص الازمه، محمد عماره رجليه تكاد تكون دايسه خط الجول. محمد ياسر مين يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا يا جماعه في كوره، يعني دي يا جماعه دي كوره بتجيب لك سكته قلبيه في الحال، في الحال. يعني الحمد لله احنا عايشين لغايه النهارده بنتفرج على كوره وماشيين على رجلينا، ما فقدناش عقلنا والله، ما جالناش لوسه ورحنا العباسيه. دي كوره اهي قدام عينيك اهي، انت شايف فيها ايه؟ يعني انت شايف ايه؟ يعني شوف، يعني الرائد محمد بركات، انا عايز بقى نسال فيها محمد بركات، يعني انت يعني وابراهيم سعيد نايم وعماره والكره فوق العارضه، الميكانيزم بتاعك ايه بقى؟ يعني انا عايز نجيب عالم فيزياء او عالم تشريح كده ايا مكان يقول لي ايه الميكانيزم اللي خلى محمد عماره يلعب الكره تطلع فوق العارضه كده، يعني ازاي؟ وطبعا هول الصدمه، يعني مش معقول، يعني مش معقول، مش معقول. بص بقى يا سيدي، كده حلو، كده حلو. نجيب لك حاجه بقى يا سيدي من قديم الازل، تصفية كأس العالم 86 في المكسيك بين مصر والمغرب في الدار البيضاء بكازابلانكا او كازابلانكا يعني. المهم يعني الماتش الذهاب كان هنا خلصان 0-0، ورايحين نلعب بقى ماتش الاياب هنا، فاحنا نلعب ماتش حلو كده، والجيل بتاعنا كان يستحق يوصل كاس عالم 86، كان فيه الخطيب ومصطفى عبده وطاهر ابو زيد وجمال عبد الحميد ومجدي وثابت وكرامي ومحمد عمر وحماده صدقي وشوقي غريب وعلي شحاته وربيع ياسين، جيل حلو يعني. المهم إيه بيلعب الماتش، فجالنا حاجه زي دي كده، نبص كده فيها كده، من الصفر لمثله الفريق الوطني المغربي نبص والفريق كده المصري في فاول، الترقية برسم عماد سليمان إحصائيات وطارق بطولة والزيت كأس واقفين، العالم. ف عماد سابها لطارق، فطارق لعبها لعماد، عماد الشد، ممتازة والحكم الحكم حسب بلانتي، حكم تصفاوت في من اثيوبيا، الراجل حسب بلانتي، لو هو النهارده في الفار مش هيحسبه بلانتي، يعني شوف الفار النهارده موجود والله ما حسب بلانتي، خلاص وبلانتي، يعني بلانتي، يعني نحطها 1-0 لمصر، يعني المغرب عايزه جونين عشان تتأهل، فالمغرب تفتح دفاعاتها، فاحنا ممكن نجيب جول كمان، يعني انت بتتكلم في السيناريو بقى ايه، يعني ايه، يعني خيالي بقى، يعني بضربة جزاء تاريخية تروح بقى ايه توصل بقى كاس العالم. المهم نشوف كده اللي هيحصل بقى. على ضربة جزاء. المهم ايه الكرة مع حكم الزكي، خلي صناعة بالك انت من ضربة الحوار جزاء. بقى، فربيع ياسين راح منه الكرة، لاحظوا الإعادة فالزكي معاه الآن. الكرة، بص اللي هيحصل بقى، يعد الزكي معاه الكوره، خلي العملية. بالك، خلي بالك بقى بالحوار، الكوره اختفت ضربة خطأ ماشي، حسبت بطريقة والناس ذكية. واقفه
والمفروض اللي يخش يشوط البلانتي مين؟ عماد سليمان. اظن اللاعب جمال عبد الحميد. ماشي. فالمذيع قال جمال عبد الحميد. يا جماعه رقم واحد بشوط بلانتيات عماد سليمان، ده عرفنا الموضوع ده بعد كام؟ قول بعد 10 15 سنه كده يعني. الكلام بقى بدأ يطلع يعني. فهنا جمال عبد الحميد بيقول لك، المذيع بيقول لك جمال عبد الحميد ماسك الكوره. ماشي، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد نجم كبير في لعب في الاهلي وبيلعب في الزمالك ساعتها، والراجل هنقول ايه؟ يعني جو يعني. شوف كده بقى، نبص كده، نبص كده. جزاء تسجيل الزكي مسلم والجمهور مسلم ورا، كله بقى مسلم نمر خلاص بقى. يعني بتتكلم في ايه بقى؟ وعادي بقى المغرب طول كاس عالم، ما وصل كاس عالم 82 على قفانا يعني، عادي يعني. وجمال بيحط الكرة بثقة، فالزكي راح له بيلعب عليه، بيلعب باعصابه يعني. هو الزكي اصلا كان مسلم نمر يعني. المهم ايه، بيقول الكرة كده ماشي، فجمال مسك الكرة تاني والحكم راح. وده عادي جدا يعني، الناس بتتفرج بقى على الكرة عادي جدا. دي بس ايه؟ السكتة الدماغية. دي السكتة الدماغية. نبص كده بقى، جمال رايح كل ثقة، هوب اه. زي ما انت شايف، الزكي راح في حتة وجمال حطها في العرض، ردت فين؟ في وسط الملعب، ويبان انتظار عشان الترتيب وعدم النظام. ان جمال خد الكوره حطها وانا هشوط البلانتي، ويقال بقى لك اللي كان في الصريخ بردك من عبد الصالح الواحد، سيب الكوره لعماد، سيب الكوره لعماد، مفيش التزام بالتعليمات. المهم ما علينا. وده خلي بالك ايه بقى، وايه، والجمهور بقى بيهز بقى خلاص. ماشي كده. كل ده مجدي لسه فين؟ مجدي مش مصدق نفسه. كل ده مجدي مش مصدق نفسه، نازل خلاص. معرفش اجابات تانية ولا لا يعني، بس اكيد اجابات تانية يعني. شايفين طبعا الموقف طبعا. إذاعة ديال ضربة جزاء من طرف الفريق المصري يكون وقعها على اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي وكذا على الفريق المصري أيضا. يعني اهو بص يا سيدي، بص يا سيدي، رايح هوب حطها في العرض. طب اخبطوا وانزلي يعني. وبدل الزكي راح لجمال. الوضعية الثانية. المهم يا مؤمن ان ايه، ان الماتش ده خلص 2-0 للمغرب. يعني جه الكوره دي كانت في الدقيقه 28، في الدقيقه 36 المغرب حط الجون الاولاني، وبعد كده في اخر الماتش المغرب حط الجون الثاني. يعني الناس اللي بتتكلم في كرة احمد ياسر ريان، يا جماعه احنا شفنا الويل اجيب لك 5 فرص في 4 تصفيات كاس عالم يوصلونا كاس عالم اربع مرات. فتخيل انت بتتكلم في ايه يعني. يعني انت بتتكلم اساسا في ايه؟ فاحنا شفنا الويل يعني. كويس الجيل بتاعنا ده واقف على رجليه كده بتفرج لسه دلوقتي على كوره. في ناس يعني اعرف ناس يعني بسبب الفرص ديت ما عادوش بيتفرجوا على كوره. الكور ديت تجيب لك شلل دماغي، شلل رعاش، ذبحه صدريه، الكلام ده كله. ارجو ان الفيديو ده يحوز اعجابكم. وقبل ما تتفرج على الفيديو ده نصيحه، يعني خد لك مهدئ لان انت هتسترجع ذكريات اليمه ومريره. اشرب نعناع لان انت ممكن تتوتر ويحصل لك حاجه. تصبحوا على خير، ويا ريت والنبي نفعل اللايك والشير. شكرا لكم.